É golo! É golo! Futebol! É golo! Do Futebol Clube do Porto, livre marcado por João Pinto. É golo! Marcado, bola ali desviada por é golo! Futebol! بحكم أنك رئيس اللجنة الأولمبية ل5 سنوات، وأنت اليوم تكلمت في معرض حديثك أن والله الكرة القطرية عبر تاريخها ما كان يعني خلينا نقول منحنى ثابت، دائما متعرج في فترات صعود وفترات هبوط. كألعاب أخرى هل فعلا المنحنى هذا موجود، أنه والله نفس الشيء الرياضات الأخرى الجماعية القطرية أو ألعاب القوى دائما يعني في أجيال تطلع وطفرات، وفي وقت والله ما في لعيبة وما في نجوم والمنتخب يكون يعني يبحث في هذه البطولة بس أنه يشارك بأداء مشرف؟ بالنسبة للألعاب الأخرى كلها نفس الشيء، كلها نفس الشيء طبعا. يعني أنت يكون عندك بيك، يعني نعم. بيكون عندك الذروة، وبيكون عندك مثلا منتخب يعني اللي اليوم أنت تقول يعني تعول عليه بالنتائج كلها، وبيصير عندك دروب بسيط. يعني كل ما كان الدروب بسيط معناها أنه يعني في كنترول، وفي معناها أنه في دراسات وفي ناس متابعة على أساس أنه ما تكون يعني الإخفاق ما يكون قوي جدا إلى أن يرجع المنحنى. وكل ما كان يعني الدروب أقوى معناها أن يعني العمل غير مكتمل، وفي جاب بين فريق وبين فريق، أو بين مثلا فئة سنية وفئة سنية. بس هذه موجودة في كل الألعاب يعني، وخاصة لما احنا نتكلم عن يعني الرياضة يعني في دولتنا بحجمنا احنا، يعني غير لما تتكلم مثلا يعني على مستوى الصين ولا الولايات المتحدة ولا كذا، اللي يعني طبعا أرقام المشاركين والرياضيين عندهم يعني بالملايين، والأندية يعني بالمئات، اللي ممكن يكون يعني منها يعني استقطاب المواهب يعني. وبالفعل الشيخ احنا كدولة يعني لا على المستوى الجغرافي ولا على المستوى السكاني عندنا يعني صعوبة في تخريج لعيبة وإلى آخره، لكن الحمد لله يعني الرؤية الموجودة في البلاد وعند ولاة الأمر أن والله إنشاء مؤسسة كبيرة مثل مؤسسة سباير ساعدت كثير في حل كثير من المشاكل في موضوع المواهب، ولعل أبرزها اليوم نشوف عندنا معتز برشم يحقق الميداليات على مستوى الأولمبيات، عندنا منتخب 2018 كاس آسيا واللي اليوم راح يشارك في كاس العالم، وهذه من نتاج العمل الجبار اللي قامت فيه سباير. الشيخ بدي أسألك، أنت في معرض حديثك لما تكلمنا عن فترة اتحاد الطاولة تكلمت أن أنت كنت من أشد المؤيدين والداعمين لما تركت اتحاد الطاولة واتجهت إلى العمل بأمر سامي أنك تكون رئيس اللجنة الأولمبية، دعمت خليل مهندي، السيد خليل مهندي أنه يكون رئيس اتحاد الطاولة. هل تم نفس السيناريو في اتحاد كرة القدم؟ هل أنت كنت داعم أو رشحت اسم الشيخ خليفة بن حسن أنه يكون رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، أم أن أنت أديت الفترة المؤقتة؟ لا، أنا أديت الفترة المؤقتة، وبالذات في كرة القدم يعني يفترض أن يعني نستشف يعني الآراء يعني، وأنه يكون هناك يعني ترشيح أكثر من شخصية، وبعدين يعني يبرز اسم على باقي الأسماء. نعم. وهذا ما حصل يعني. ودائما يعني في اتحاد كرة القدم يعني له بريسيجر يختلف عن الاتحادات الثانية. صحيح. فمثل ترى ولعلمك يعني لا تستغرب هذا اللي أنا قاعد أقوله،
الحين حتى مثلا السفراء اليوم، صحيح. يعني السفراء مثلا في سفراء يتعينون ويجب انه يكون يعني القرار، وانا اتكلم مش في قطر، انا اتكلم جميع على دول العالم. انا اتكلم عن جميع دول العالم. يعني مثلا اليوم السفير مثلا الولايات المتحدة في روسيا ولا في بريطانيا ولا في الصين يفترض انه يكون يعني مر على البيت الابيض الاسم. صح. لكن مثلا والله سفير الولايات المتحدة في جيبوتي نعم. الاسم هذا مش حيمر على البيت الابيض. نعم، بيكون بتعيين من وزير الخارجية نفسه. وهذا وقس على ذلك. صحيح، البروسيجر هذا قائم في كل المجالات. الشيخ، من ناحية سنة 2000 نقلة نوعية، صدر أمر سامي بتعيينك رئيس للهيئة العامة للشباب بدرجة وزير. الهيئة العامة للشباب اليوم عمل مختلف، طبعا هو القطاع واحد اللي هو القطاع الشبابي يتفقون فيه اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للشباب. وللأمانة في الفترة اللي أنت قضيتها 8 سنوات، الكل إلى اليوم من عديد من الناس اللي أنا واجهتهم، الكل يشيد بالفترة اللي أنت عملت فيها في موضوع المراكز الشبابية، أن أنت في فترتك فتحت عديد من المراكز الشبابية وكنت داعم للموضوع هذا، وحضرت عديد من الاجتماعات الخارجية، وساهمت قطر في إطار الجامعة العربية والإطار الدولي في المشاركة والاستضافة في عديد من المناسبات. حدثنا عن هالفترة الشيخ. لا هو يعني وزارة الشباب طبعا يعني قطاع الشباب قطاع مهم جدا وفي كل الدول يعني. صحيح. ويمكن يكون مربوط بعض الأحيان يعني بالرياضة في بعض الدول تربطه يمكن حتى بالثقافة، بعض الدول نعم. تربطه يمكن يعني بالإعلام، على حسب يعني. اللي صار كالتالي إن يعني اللجنة الأولمبية انفصلت في ذاك الوقت عن، يعني كان التوجه أن تفصل الرياضة عن الشباب. نعم. على أساس أنه يكون في تركيز على الرياضة بمعنى الرياضة، وما يأخذ من جهد يعني اللجنة الأولمبية في قطاعات أخرى، ويكون التركيز على الرياضة. وهذه فكرة يعني في حد ذاتها يعني ممكن تأييدها أنت يعني، أو أنها يعني محط الاحترام يعني. صحيح. لكن انفصلنا عن الشباب، عن الرياضة، انفصلنا عن الرياضة واللجنة الأولمبية، وأنشأنا الجهاز هذا اللي هو يعني أصبح منفصل. في ذاك الوقت طب كان يعني الإدارات الشبابية أو مثلا المراكز الشبابية 3 مراكز اللي موجودة على الأرض يعني القائمة. نعم. في فترة 8 سنوات يعني تحولت وزارة الشباب إلى 37 مركز. ما شاء الله. اي نعم. ففي هذه الفترة طبعا يعني هاي كلها كانت يعني أنشأناها احنا، ويعني استقطبنا يعني العديد يعني من المواهب. أنشأنا يعني مراكز شبابية في جميع مناطق قطر وغطيناها كاملة، وكثير من يعني المراكز اللي يعني نعتبرها أو الأندية اللي يعني ما تعتبر من الرياضة الأولمبية كلها دخلت تحت لواء وزارة الشباب، وأصبحت يعني من ضمن هذا الجهاز. يعني أنا سلمت الهيئة ب37 يعني مركز شبابي ما شاء الله ورياضي. طيب الشيخ، أنت ما شاء الله عليك يعني من 89 إلى سنة 2000 وأنت دائما في القطاع الرياضي. أي نعم، القطاع الرياضي يعني ما ينفصل عن القطاع الشبابي، واليوم أنت ما شاء الله يعني تسولف لنا عن إنجازات، يعني الرقم مش بسيط، في 8 سنوات ما يقارب 34 مركز جديد من 3 إلى 37. لما مسكت أو لما يعني اشتغلت في موضوع الشباب، حسيت إن في فارق بين العمل الرياضي والعمل الشبابي؟ هل في صعوبات أكثر؟ لا شوف، حتى لو على المستوى الدعم المادي. يعني الإدارة واحدة، الإدارة فن الإدارة واحد. نعم. إن كان مثلا خلينا نقول في اتحاد، إن كان في نادي، إن كان في لجنة أولمبية، أو إن كان في وزارة شباب، أو إن كان في يعني وزارة أيا كانت. نعم. يعني الإدارة فن الإدارة واحد. يعني هل أنت يعني عندك الكاريزما هذه وعندك الموهبة هذه موجودة أو غير موجودة؟ ثانيا يعني كيف أنك أنت يعني تخلق من المجموعة اللي معاك يعني فريق عمل جيد.
هذا شيء طبعا يعني مهم. ثالثا تؤمن يعني بالرسالة اللي أنت جاي توجهها أو تقوم بها أو الدور اللي تقوم به من خلال عملك. إذا أنت مؤمن فيه ومقتنع فيه تنجح في كل الأحوال. أما كلمة صعوبة وسهولة أنا ما أشوف فيها، يعني ما أشوف أي عمل منهم أصعب من الآخر. يعني يمكن واحد يحتاج وقت أكثر، واحد يحتاج وقت أصغر، لكن أنا بالنسبة لي أستمتع في كل عمل. يعني الاستمتاع في العمل وحبك للعمل ما عاد يفرق معك. الشيخ سعود 2008 أنت خلنا نقول سلمت المشعل في 2008 وتركت منصبك كوزير وكرئيس الهيئة العامة للشباب. من 2008 لين نقول 2014 13 أنت استلمت، هنا نقول يعني 5 سنوات. سعود بن خالد آل ثاني، الشيخ سعود وين ال5 سنوات هذه؟ الشيخ سعود وين، ايش كنت تسوي؟ هذا الناس تبي تعرف. لا هذا الوقت اللي أكثر وقت أنا تفرغت فيه لنفسي ولأعمالي الخاصة. نعم. يعني هذه الفترة اللي أنا تفرغت لأعمالي الخاصة. فيعني كان الشغل يعني بين شركتي الخاصة، بين يعني الاستثمارات في البورصة، بين يعني القطاع العقاري، وكان في طفرة في ذيك الفترة يعني. صحيح. وهذا الوقت اللي أنا يعني خصصته لنفسي واللي يعني استفدت منه شخصيا لنفسي أنا. زين، الرياضة نادي الريان بشكل عام المتابعة شلون كانت؟ لا أنا ما كنت أتابع الرياضة أبدا. يعني أنا في ال5 سنوات هاي فصلت نفسي. يعني كنت أتابع مثلا برشلونة يعني للاستنكاه مثل ما يقول. نعم. بس يعني للاستمتاع، يعني أتابع برشلونة، أتابع الدوري الأسباني، الدوري الإنجليزي. والريان؟ يعني لا ما كنت أتابع أبدا. يعني أحضر مباريات إذا كان فيها يعني دعوات رسمية من الديوان الأميري، هذه يعني التزام يعني يجب أني أحققه. نعم. إذا كان مثلا في نهائي كأس ولا كذا. أما أن يعني الدوري المحلي والمنتخبات أنا كنت يعني معتزل المتابعة. يعني ال5 سنوات خذيت قرار أنا لهذا الفارس أن يترجل، يعني قلت لازم أبتعد أفصل. صحيح. الشيخ 2013 اسم يطرح في البداية، أنا أكلمك قبل قرار الجمعية العمومية وتعيينك كرئيس للنادي. أول ما طرح الاسم من الشيخ سعود بن خالد عائد لنادي الريان في ذيك الفترة، يعني تعرف اليوم الشيخ سعود بن خالد راجع في عصر السوشيال ميديا مش الإعلام السابق. اليوم كل يدلي برا. الشيخ سعود بن خالد ابتعد عن الرياضة، الشيخ سعود بن خالد ترك المجال الرياضي وصار التعيين. احنا نبي نعرف الملابسات، هل كانت دعوة، هل كان إيعاز، هل طلب منك من الجمعية؟ لا تكليف طبعا. تكليف طبعا. تم الموضوع بتكليف ولازم تأدي نداء الواجب. أكيد ما في شيء خلاص، يعني بيجيك تكليف بتقول حاضر سيدي، انتهى الموضوع. أول 3 شهور في نادي الريان طبعا تعرف الشيخ سعود بن خالد ترك نادي الريان في سنة 94 ولا 93. هي دورته كانت تنتهي 94 لكن أنت تركت في 93. من 93 لين 2013 20 سنة، عصر احتراف، عصر هو أمور منشآت، كل شيء تغير. أنا بسألك الشيخ عن أول 3 شهور لك في النادي، أنت كالشيخ سعود بن خالد ما واجهتك صعوبات؟ ما شفت أن الأمور تغيرت؟ ما شفت أن وضع اللعيبة، وضع المدربين، الأرقام نفسها اختلفت؟ كل شيء اختلف، أكيد أن كل شيء اختلف. وطبعا يعني كل شيء اختلف بس بدون صعوبة، يعني بس باقي أنك أنت تتأقلم مع الشكل الجديد. هو مش صعب. نعم. هو يعني أنت يعني في شغلات أنت تحتاج وقت. يعني على سبيل المثال أنت اليوم إيش أقول لك، أنت بتدخل جامعة عشان تتخرج تبغي 4 سنوات. صحيح. أنت عارف نفسك بتتخرج بامتياز مع مرتبة الشرف. نعم. لكن مع ذلك أنت تحتاج إيش 4 سنوات. صحيح.
الأربع سنوات موجود يعني هي مسألة الفترة الزمنية فقط، المطلوبة منك صحيح. فترة زمنية. أنا ما أشوف إن في شيء صعب، أنا أشوف إن في يعني قضية تأقلم مع نظام جديد. يعني اليوم أقول أنا تركت في عهد الهواة ورجعت في عهد الاحتراف. نعم. الشيخ، اليوم برنامج رواد الرياضة موجود لتوثيق التاريخي، والشيخ سعود بن خالد هو اللي يوثق لفترته بنفسه. أول موسم بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم، هناك من يقول أن هذا الموسم لم يكن الشيخ سعود بن خالد هو من يدير موضوع الكورة في نادي الريان، إنما كان يدار من الخارج. لا يعني هذا كلام مش صحيح يعني، لكن أنت لما تقول لي من الخارج على سبيل المثال، إذا افترضت فرضية أن أنا جيت وعينت عناصر موجودة، نعم، يعني عناصر أنا ما استقطبتها وإحنا في عهد الاحتراف. صحيح. لما تقول لي والله مثلا الأجنبي الموجود هو أجنبي مثلا موجود قبلي نعم، أنا ما وقعت مع هالأجنبي. لما تقول لي المدرب الموجود هو مدرب قبل لا يجي سعود بن خالد، أنا ما وقعت مع المدرب. طبعا أنا ما أتنصل، نعم، أنا الحين وأنا أتكلم معاك لا أتنصل، يعني الهبوط حصل في عهدي أنا. نعم، وأنا من تحمل، يعني بغض النظر إذا كان أنا أتحملها جزئي أو كلي، لكن أنا تحملتها كلي بغض النظر. وأنا يعني مع ذلك ما فريت من المشهد في الدرجة الثانية، أنا كملت مع الفريق في الدرجة الثانية، وما فريت من المشهد لما صعد الفريق للدرجة الأولى قلت لهم والله أنا صلحت غلطتي تفضلوا. نعم. أنا كملت وحقق الفريق اللي ما حققها في 20 سنة. هذا خليه على جنب. صحيح. نرجع الحين لسؤالك، تقول لي إن الفريق كان يدار من برا؟ لا، ما كان يدار من برا. مش من برا الريان، لا من الريان بس من برا مجلس إدارة. لا أنا أقول لك ما كان من برا المجلس، لكن أنا أقول لك إن إحنا جينا على شيء موجود سابق. نرجع الحين يعني العناصر الموجودة يعني كانت لاعبة بطولة وحققتها، يعني كأس الأمير، هذه العناصر نفسها. يعني المدرب نفس الكلام يعني. فالفريق يفترض اني انا يعني ما اتنكر له واقول والله الفريق هذا سيء، يعني او مثلا العناصر اللي موجوده عندي يعني ما هي عناصر مثلا اللي ممكن انها تنافس. لكن يعني الظروف يعني بعض الاحيان تحكم الانسان، يعني اما مثلا اصابات، اما مثلا هبوط مستوى بعض اللاعبين، اما مثلا بعض المشاكل الداخليه اللي ممكن يواجهها. والمشكله الاكبر دائما تحصل، وهذه موجوده في كل العالم، وطبعا في منطقتنا اكثر وفي بلادنا اكثر، ان لما تصير مشكله تتفاقم وخلاص. يعني الحين المسباح يعني مثل ما تقول فرط، صحيح، تبغي تمسكه ما عاد يمسك. فهذا اللي حصل. طبعا احنا حاولنا انقاذ الفريق بكل الاشكال، وجات فتره من الفترات ابتعدنا عن يعني الهبوط، عن منطقه الخطر بسميها. نعم. لكن حصل دروب مره ثانيه. الشيخ، الموسم هذا للأسف يعني خلينا نقول مر طويل على الريانيين، ومثل ما قلت أنت كل شوي يفرحون طلعنا من عنق الزجاجة، شوي نتائج تسوء أكثر إلى نهاية السيناريو اللي صار والريان هبط. بس في نقاط أنا بسألك عنها في أثناء سريان الموسم. النقطة الأولى الشيخ، أنت ظهرت في لقاء مع الزميل وأوجه له التحية أخوي راشد المهندي، وذكرت فيها بعد التعاقد مع ياكوبو المهاجم، بعد ظهور تباتا إلى السد، وعديد من الإجراءات التصحيحية، خمنيز المدرب استقطبتوه بديل لأجيري. فكان لك تصريح مشهور قلت الآن الريان خرج من عنق الزجاجة، أنا الحين بغلط، من عنق الزجاجة، وإنه خلاص الهبوط ما راح يحصل. لكن حدث العكس. شو السبب اللي خلى النتائج تسوء في آخر 5 جولات؟ ما ساءت ترى، يعني هي يعني مش ساءت بمعنى ساءت. احنا يعني حققنا كذا فوز وظهرنا، لكن المشكلة اللي جات الفريق
أنه طبعا كان في فريقين اللي هو الدحيل والجيش، يعني كانوا هم الأقوى. صحيح. فجاتنا مباراتين جيش الدحيل ورا بعض. نعم. جاتنا ورا بعض يعني، فهذا يعني كان كسر ظهر يعني في ذاك الوقت. بعدها المباراة الأسوأ بالنسبة لنا يعني اللي خلينا نقول دخلتنا في الدوامة، تعادل مع العربي. نعم. واحنا كنا متقدمين عليهم إذا ما تخوني الذاكرة بعد. نعم. والعربي يفترض انه يعني مع تحسننا ان كنا يعني العربي كان مو يعني في الوسط، في أندية الوسط السابع نعم. كان وقتها. فهذه اقول لك يعني انت الحين من 9 نقاط حققت نقطة واحدة، فرجعنا على مسلسل اقول لك يعني دخلنا في الخطر مرة ثانية يعني. الأخوية والجيش الشيخ ذكرتهم، قلت والله احنا بنواجه الأخوية أو واجهنا الأخوية والجيش وهذه كانت كسرة ظهر. بس الجولة الأخيرة الشيخ في الدوري حققنا الفوز. الجولة الأخيرة في الدوري الأخوية انهزم 5-1 إذا ما خانت 5-0 من نادي قطر. نتيجة طبيعية بالنسبة للشيخ سعود بن خالد في ذاك الوقت. والله شوف أنا ضد نظرية المؤامرات، قلتها مليار مرة وأكررها في كل تصريح. أنا أقول لك ضد نظرية المؤامرات، أوكي؟ وأنا يعني أرتقي بالأخوية إن أقول لك يعني يدخل في مثل هذه أقول لك يعني الزلة، ولا أقول لك في هذه المؤامرات يعني الرخيصة. نعم. أنا أقول لك يعني أنا أشوف إن الأخوية أرقى زين وأكثر يعني احتراما لنفسه والاسمه والنادية من إنه احترافية. زين أقول لك، لكن يعني هو خسر من العين بعدها ترى 5 بعد. صحيح. يعني بعد المباراة هذه خسر 5 بعد الأخوة. فنظرية المؤامرة طبعا يعني في ناس واجد بيقولوا لي أنت مثلا إنسان بسيط، أنت إنسان يعني أو تحابي مثلا. زين أقول تحابي أو تجامل أو كذا، لكن أنت قول لي الغرافة. نعم. الغرافة طبعا كان غرافة كاسم مقابل الوكرة، الغرافة يعني اسم أقوى بكثير ومتقدم. أقول لك يعني كمركز. صحيح. الغرافة يكفي كان تعادل، يعني الغرافة يكفيه بس انه اقول لك يعني ما يخسر المباراة من الوكرة، فالريان ما يدخل في دوامة الهبوط. صحيح. خسر الغرافة. نعم خسروا الوكرة. الجيش يفوز على الخور كان مهدد بالهبوط، والجيش كان صاحب المركز الثالث او الثاني في ذاك الوقت. صحيح. والجيش كان يفوز على كل الفرق هذه يعني بال5 وبال4 وبال6. فوز الجيش على الخور، ينزل الخور، تعادل الجيش. صحيح. في ذاك اليوم. زين في نفس الوقت يعني مين تبغي كان بعد نتائج المهم ذاك اليوم لا كانت سلبية للكل. أنا أكلمك يعني أنت إنك اتهمت الأخوية أو إنك صحيح. يعني أشرت للأخوية. في جيش وفي أخوية، كانت مباراة الغرافة والوكرة والجيش وفي غرافة والخور وفي غرافة قطر والأخوية، وأنتم كانت مباراتكم لا الأخيرة. لا بعد في فريق، بعد هم 4 وإحنا الخامس. لازم ال4 هذول طبعا السد مع الخريطيات. نعم. وسد الخريطيات هو الفريق الوحيد اللي يعني كان لازم يفوز السد 6 على الخريطيات، ينزل الخريطيات. نعم. فازوا 4. يعني الفريق الوحيد اللي يعني حقق يعني نتيجة إيجابية كان السد. الباقي كلهم أقول لك كانت لصالح الفرق. كانت لصالح. بس يعني ما تقدر أنت تتهم حد يعني في الأخير. أنا ما أتهم، أنا أشوف يعني للتاريخ. شوف إحنا نقول اللي ما له من ذراعه نجدة شربه من كفوف رجال هماج. صحيح. اللي ما له من ذراعه نجدة صحيح شربه من كفوف رجال هماج. إحنا أقول لك اللي علينا أقول لك نحن يفترض أن نحن دافعنا من دون أرواحنا. صحيح. الشيخ نفس الموسم كانت في قصة طويلة مع نادي معيذر من التصريحات ومن التبادل. لا نادي معيذر الله يرضى عليك، شوف هذا حالة خاصة يعني. ليش حالة خاصة؟ وصالح العجي يعني أخ واعتذر وصديق وله كل احترام، بس يعني التصرف اللي تصرفه كان غريب. يعني بقول لك إياها وبكررها يعني حتى لو كانت على السوشيال ميديا. يعني إحنا فزنا، أول شيء لازم ندري إن تاريخيا إن معيذر كان نازل قبلنا ب10 أسابيع. صحيح. معيذر نازل قبلنا ب10 أسابيع. صحيح. الحين معيذر إذا خسر من عندنا 4-0 ينزل نادي آخر أيا كان اسمه،
بس الريان ما ينزل. انتهت النتيجة ايش؟ 4-2. يعني معيذر ما فاز. صحيح. يعني لو فاز معيذر على الريان بقول والله هذه فرحة الفوز على الريان. نعم. أما أن يعني رئيس نادي محترم مع إدارته يكون بينهم يعني السلام، تبادل التهاني. لا مش تبادل التهاني، إيه. زين، وبالأحضان ولمه وقط غترتك، وانت خسران من الريان 4 وانت اصلا هابط قبل 10 أسابيع. صحيح. زين الفرحة لإيش يعني؟ مش فاهم أنا. وكأن يعني لا إيش الرسالة اللي تبي توصلها حق لنفسك مش لي أنا؟ يعني أنا شفت إنه تصرف غريب، لأن أنت لحظة، أنت يفترض إنك أنت إنسان محايد. صحيح. يعني الحين نزل الريان معاك، نزل الخور، نزل الخريطيات، نزل قطر، مش موضوعي أنا. هذا واحد. أنا لعبت مباراة محترمة طلعت بأي نتيجة. أما فرحة عارمة يعني كأنك أنت محقق كأس العالم. صحيح. يعني أنا لا، يعني أنا خلينا هذا ما فيها نظرية مؤامرة. صحيح. أنا شفت إنه يعني أقول لك يعني أنت فرحان لهبوط الريان، زين لماذا؟ صحيح. إيش بينك هل وبين كانت الريان؟ في خلافات سابقة؟ أبدا موضوع لاعب؟ أبدا. يعني وين بيكون بيني يعني أول شيء معيذر، يعني حتى هو صالح نفسه يقول لي يعني أنا عيالي كلهم ريانيين. صحيح. كلام اللي اليوم يكررها معظم أهل معيذر ريانيين. فجزاك الله خير. وبعدين يعني معيذر نادي درجة ثانية وأنا نادي درجة أولى، يعني مش حيكون بيننا خلاف يعني. صحيح. الخلاف دائما يكون يعني بين الدين. بس قد يكون الشيخ موضوع عموما الموضوع أغلق. الموضوع صحيح. أغلق. يعني أنت سألت يعني للتوثيق والموضوع أغلق. وصالح اليوم أقول لك يعني واحد من إخواننا ومن القيادات الرياضية اللي نحترمها، وكل إنسان له يعني كبوة جواد. بس أيا كان الشيخ، هذه حلاوة كرة القدم. الناس يعني كرة القدم يعني إذا الدوري مر وراح ما في تصريحات، ما في يعني ما نقول خلافات، احنا نقول تنافسية بين رؤساء الأندية، بين وأنت ملك. لا بس معي المهم أن يكون لك مصلحة. صحيح. أنا اليوم أتكلم يعني إذا تكلمت على مثلا جمهور نادي لاعب، أكيد أن فيه فكرة من التصريح، وأكيد أن فيه هدف من التصريح، وأكيد أن فيه رسالة من التصريح. صحيح. أما أني أنا بهاجمك كذا بدون أي سبب، يعني هني نتوقف شوي. مداخلات كثيرة الشيخ لك في ذاك الموسم بالذات، يعني الأمانة يعني أنا كأخ صغير وكرياضي وكإعلامي، الأمانة من الأشياء اللي دائما الناس تذكرها عن الشيخ سعود أن أنت دائما لا تهرب من الموقف، ودائما متواجد في الإعلام، ودائما تدافع عن ناديك، وحتى لو كان هناك هجوم عليك في تلك الفترة. العديد من المداخلات التلفزيونية بعد هبوط الريان دخلها الشيخ سعود. اليوم عبر هذا البرنامج الهبوط ايش كان يعني للشيخ سعود بن خالد؟ الهبوط اخفاق في الاخير يعني، لكن تجربه ودرس في نفس الوقت. الهبوط اخفاق يعني اليوم انت لما تذكر يعني العمل اللي قام به سعود بن خالد في 30 سنة، نعم، من نجاحات ومن اخفاقات، نعم، فهذا يعني واحد منها، يعني ما في اي شك يعني. لكن طبعا في كل شيء في دروس مستفادة مثل ما قلنا. أنا طلعت بدرس مستفاد، طلعنا أقوى من ذي قبل. يعني لم نمنا يعني مثل ما تقول جراحنا في أسرع وقت. السنة حتى سنة الهبوط نفسها يعني يمكن كثير من الناس ما كان يدري أن الريان هابط، يعني من كثر ما كان إحنا يعني حاضرين ومتواجدين. شاركنا في بطولة خليجية، نعم، خذينا المركز الثاني، وكنا يعني قاب قوسين أو أدنى من تحقيق بطولة، وإحنا في الدرجة الثانية في نفس الوقت. يعني كان تجربة بالنسبة لنا، كان يعني خلينا نقول معسكر للدرجة الأولى. فكان عندنا عمل جبار ما وقفنا، ولله الحمد يعني تكللت يعني جهودنا بطولة، وتكللت جهودنا ترى مش بطولة بس،
إرث خذناه 3 سنوات. إحنا 3 سنوات أصبح جمهورنا من كثر ثقته فينا، أنا بقول لك الصحيح، نعم. يعني جمهور الريان من كثر ثقته فيه ما يقول مثلا إن شاء الله نفوز اليوم، كم بنفوز؟ والله العظيم صحيح. أنا أقول لك إياها بكل يعني الجمهور يراسلني، يعني كان اليوم كم بنفوز؟ لا، ما نقبل أقل من 4، ما نقبل أقل من 3. صحيح. أنت اليوم أقول لك يعني اللي قاعد يحصل عززت ثقة النفس الشيء. لا أقول لك يعني اللي قاعد يحصل اليوم إن أنت يعني الكل احتفل بأول نقطة حققها الريان في 7 مباريات. صحيح. راح نجي لها الشيخ. لا أنا ما قلت شيء، بس يعني الشيء بالشيء يذكر. صحيح. الشيخ لك استضافة في التلفزيون في موسم الهبوط، ذكرت عديد من النقاط على المدرب الأورجاني أجيري، وقلت عنه أن يعني هناك سلبيات وفقا للإحصائيات، وفقا للأرقام من سبيتار أعتقد أو من سباير، للياقة إلخ، وأن أجيري إحنا كنا نخسر المباريات على أساس لياقيا كنا أقل إلى آخره، واتخذنا قرار الإدارة بإقالة أجيري. وهو قال لي، يعني أذكر تصريحك حرفيا، هو قال لي أنا أخوكم يعني أي وقت وأنا لي رجعة لكم، أنا شايف أن أنا راح أرجع يوم من الأيام. صحيح. وتعاقدت مع خميس. اليوم في الفترة القريبة في موسم 2019-2020 إذا ما خانتني الذاكرة، إدارة نادي الريان برئاسة الشيخ علي بن سعود رجعت أجيري وتعاقدت مع أجيري. أنت كالشيخ سعود بن خالد خلف الكواليس، أو نقول كمشاهد اليوم، أو كأحد الأعضاء الداعمين وأبرز الشخصيات الموجودة الريانية في الجمعية العمومية، كيف رأيت هذا التعاقد في وقته؟ يعني هو أقول لك، أنا أقول دائما ما انسى كلمة علي بن سعود أو نادي الريان، يعني أقال مدرب وجابه مرة ثانية. صحيح. أنت سويت شيء واحد، يا أنت غلط في الأولى يا أنت غلط في الثانية. صحيح. خذها قاعدة. أنا أتكلم عن أي قرار أنت تتخذه مستقبلا. أنت في هذا اليوم صحيح خذت قرار من هذا النوع، يعني بعت سيارة صحيح موديل كذا كذا ماركة كذا كذا، ترد تشتريها من جديد، هي واحدة من الثنتين، يا بيعك كان غلط يا شراك كان غلط. صحيح. فأنت عاد شوف، يا إحنا لأن هاي كانت إدارتين مختلفة، صح، يا إنه والله إحنا أخطأنا في إقالة أجيري، يا أقول لك يا علي بن سعود أخطأ في أجيري. لكن السؤال مو بهذا، هو علي بن سعود شال أجيري مرة ثانية ولا ما شاله؟ شاله خلاص. يعني القرار الثاني والخط. زين الشيخ، موسم اللي هبطوا فيه كان معاكم المدرب الأسباني خميس، وهبطوا واستمر معاكم في الدرجة الثانية، وبعد صعودكم والأمانة في أكثر من لقاء أنت دائما تثني عن الكابتن خميس وتقول لي أنا ما زال بيني وبين التواصل. فلما صعد الريان تعاقدت طبعا مع مدرب قدير وكبير ولا اسمه، الكابتن جورج فوساتي أو خورخي فوساتي. ليش ما استمر الريان في ذيك الفترة مع خميس؟ كيف؟ خميس لما صعدتوا تعاقدتوا مع فوساتي؟ لأنها يعني فوساتي كان هو رجل المرحلة، وأثبت أنه رجل المرحلة بالفعل. يعني القضية واضحة، يعني خمينيز مدرب، لكن إذا أنت تفكر أنك أنت تروح لبعيد مش حيكون هو المدرب أقول لك يعني اللي ممكن تتوقع أنه أقول لك يوصلك لهذا المكان. يعني مش مدرب ألقاب الشيخ؟ يعني على مستوانا احنا وعلى مستوى دورينا في ذاك الوقت، طبعا أنا أشوف أن دورينا كان أقوى بكثير من دورينا اليوم. صح. فأكيد أن أقول لك فوساتي يختلف عن خمينيز، وفوساتي بالفعل يعني رجل مرحلة يعني، وقدم أقول لك يعني قدم في ذاك الموسم فريق كرة قدم يعني إلى اليوم أنا أفتخر به. صحيح. وأنا أعتقد أن دورينا كله يفتخر به، يعني الفريق لو أنه يعني ولو كملنا إحنا ويا فوساتي، طبعا إحنا ما كملنا مع فوساتي لأن المنتخب يعني استعان فيه في وقته، فلو كملنا مع فوساتي يعني أنا أعتقد، ومش فوساتي لأنه فنيا بعد ترى يعني مدربنا اللي تعاقدنا وياه فنيا يعني ما كان يقل عن فوساتي،
لكن يعني فوساتي عرف يجمع الفريق يعني روح واحدة، وكانوا يثقون فيه اللاعبين كلهم، يعني مثلا من تباتا، من سبستيان، من يعني كل الفريق، كل العناصر، يعني فعلا اقول لك يعني عرف انه يجمع الفريق كله قطري. اقول لك يعني عناصر المحترفين وعناصر القطريين، يعني كلمته كانت ما تثنى، والفريق كان يعني كمستوى لياقي وبدني في اعلى مستوى. ف يعني مباريات كنا اقول لك يعني نقلبها في اخر 5 دقائق، في اخر 10 دقائق. حتى بعد اللقب، بعد ما حققنا اللقب، كان احنا عندنا 4 مباريات. نعم. 4 مباريات بعد اللقب. وانا اتذكر يعني شخصيات رياضية قالت ما شفت فريق حقق اللقب قبل يعني نهاية الدوري ب4-5 مباريات ويلعب بهالمستوى. صحيح. وبهذا الروح. كان فريقنا يعني يلعب كل مباراة كأنها كاس. بس الشيخ، البعض يقول ان من طمع ضيع ما جمع. الريان بعد ما ضمن لقب الدوري ظل يلعب بالتشكيلة الأساسية طوال ال4 مباريات المتبقية. البعض يقول ان هذا الشيء أثر بالسلب على كاس قطر، كاس الأمير. كان الطموح ان الفريق يحقق. استمر تشكيلة واحدة تقريبا من 14 لاعب.